ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على درس الاسم النكرة والاسم المعرفة. عندنا نشاط واحد، الكلمات التي تحتها خط اللي هي الوطن، العلم، الأضواء، دي كلها طبعا معرفة. الكلمات التي تحتها خط معرفة لأنها بها ألف ولام. تمام. حول الكلمات التالية من نكرة لمعرفة، اللي هو نضيف لها ألف ولام. السماء مثلا، الشعب، القصر، الحديقة، الطريق. بعد كده عندنا حدد النكرة والمعرفة. النكرة مثلا نحط عليه دايرة والمعرفة خط. يعني عندنا فاز الطالب الأول بالجائزة، هنحط خط تحت المعرفة ودايرة على النكرة. هنا خط، هذا دي معرفة، ومهندس ومجد دي نكرة فنحط عليها دايرة. طلاب خط، والمسابقة خط، دول كلهم معرفة، ورائعون دائرة. مصر عندنا هنا خط معرفة، وبعد كده بلد ورائع دي نكرة. تمام. وقف الشاشة، اكتب الإجابات كلها وبعد كده كمل معايا الفيديو. عندنا برضو منزلك واسع دي معرفة، وواسع نكرة. حدد الكلمات النكرة وحولها المعرفة. عندنا النكرة رائع، هتبقى مثلا الرائع، نضيف لها ألف ولام. محترمون، المحترمون. حضر سائح إلى الحفل، عندنا سائح هنا السائح. هم مقصرون في حقنا، مقصرون، المقصرون. نصر أكتوبر مجيد، عندنا المجيد. هذه أدوات سأرتبها، الأدوات. بعد كده نشاط 5، ضع كلمة كتاب في جملة بحيث ان تكون مرة نكرة ومرة معرفة. هنقول مثلا اشتريت كتابا. تمام، دي كده نكرة. المعرفة مثلا الكتاب مفيد. وقف الشاشة، يكتب الإجابات كلها وبعد كده كمل معايا. بعد كده هنا أنشطة الأضواء. انتصر المصريون، هنا معرفة. حضر كل الطلاب إلا طالبا، نكرة. كلمة طالما آخرها تنوين تبقى نكرة. فازت مدرستنا، معرفة عشان فيها ضمير. اشتريت هدية، نكرة. صنف، عايزين النكرة وعايزين المعرفة. عندك سيارة دي نكرة. وبعد كده تلفاز، وعندنا ملاعب. تمام، التلاتة دول بس هما اللي نكرة، الباقي كله في المعرفة، نكتبه في الجدول التاني اللي هو ده. بعد كده نحط 3، ضع خط تحت النكرة وخطين تحت المعرفة. هنا عندنا أكلت الطفلة التفاحة، دي عندنا دي خطين لأن دي كلها معرفة. أكرم سعيد فقيرا، عندنا فقير دي نكرة وسعيد دي خطين علشان دي معرفة. ركب سائح القطار، عندنا هنا هتبقى دي عندنا نكرة. تمام، والقطار معرفة. بعد كده حديقة المدينة واسعة، هنا دي معرفة، واسعة دي نكرة. أول واحدة هتبقى التفاحة بس هي اللي معرفة، والطفلة هي اللي نكرة. تمام، عشان هتحطوا تحت الاتنين. أكمل باسم نكرة. رانيا طالبة متفوقة، الكتاب مفيد. هذه مثلا أبراج شائقة. اشتريت كتابا جديدا. عايزين اسم معرفة. نقط ثاني الخلفاء الراشدين،
اللي هو عمر. بعد كده حضرت الفتيات. المجد هو الذي ينجح. فناء المدرسة واسع. تمام. بعد كده نشاط 6. حدد الاسم النكرة والمعرفة. علي تلميذ مجتهد. علي دي معرفة، اما تلميذ مجتهد هما الاتنين نكرة. في الكوخ مصباح صغير، برضو الكوخ دي معرفة، مصباح صغير نكرة، هما الاتنين. تميز الذي دي معرفة. عاملة بجد، عندنا هنا بجد هتبقى هي النكرة. تمام. نشاط 7 قالك بعد دراستك للأسماء النكرة والمعرفة ضع دائرة حول الاسم المخالف. يعني مثلا كلهم معرفة وفي واحدة نكرة كده يعني. مكة هؤلاء منضدة الفجر. عندنا منضدة لأن دي اسم نكرة. مفتاح أسامة إناء صندوق. أسامة لأن ده اسم معرفة. الذين هن الحق كوب. عندنا كوب هنا ده اسم نكرة. عايز تكتب مثلا ان ده نكرة والباقي معرفة مفيش مشكلة. بعد كده نشاط 8 حدد نوع كل مجموعة، يعني دي نكرة والمعرفة. هن واسماعيل واولئك دي معارف. الصديق والعامل وتلك برضو معارف. سماء شاطئ معلم دي نكرات. واللاتي وانت وهند معارف. بعد كده اعرب كلمة معركة. قادت مصر معركة. مفعول به. مفعول به منصوب بالفتح لأنه مفرد طبعا. اعراب كلمة تحقيق. تسعى لتحقيق. عندنا اللي هو اسم مجرور بالكسرة. علامة اعراب المصريون طبعا الواو. كلمة مصر عندنا هنا طبعا دي معرفة. صوب. الثقة بالله من مفاتيح النجاح. مفاتيح دي طبعا معرفة مش نكرة. تمام. بعد كده عندنا اشتريت قصة مفيدة. قصة دي طبعا نكرة مش معرفة. وقف الشاشة يكتب الأسئلة كلها وبعد كده يبقى كمل معايا الفيديو. نشاط 10 اعرب الأشخاص. هنا طبعا دي أول كلمة تبقى مبتدأ مرفوع بالضم. هم يرتبون الأولويات. يرتبون الأولويات هتبقى مفعول به. تمام. منصوب بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم. بس كده الإعراب. بعد كده الاستخرج. عايزين اسم نكرة جمع. اسم نكرة جمع. ندور كده على اسم نكرة جمع. عندنا حريصون دي الجمع. عايز واحد مفرد. أهمية. تمام. يبقى دي المفرد ودي الجمع. عايزين اسمين معرفين الأولويات والأهم. شبه جملة جر ومجرور اللي هو من الأهم. جمع تكسير اللي هو أهدافهم. أكمل. عايزين اسم نكرة نحن نعيش فيه نقط مع الزمن. نحن نعيش في صراع مع الزمن. صراع مع الزمن. رأينا نقط الجميلة في الحديقة. الزهرة الجميلة في الحديقة أو الزهور الجميلة في الحديقة مفيش مشكلة. نشاط 11 يا ريت تكتب بخط النسخ والرقعة عشان خطك يتحسن. بعد كده عندك اطلب من ولي الأمر أو أي حد إن هو يمليك أي حاجة في سطرين عشان كتابتك تتحسن. تمام. وخلي بالكم إن أنا بكتب بسرعة على الشاشة، فعشان كده أنت وقف الشاشة
انقل براحتك وبعد كده كمل معايا، لان انا مش بقدر ان انا اوقف كتير في الفيديو عشان وقت الفيديو ما يطولش. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه، وانتظروني فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.